اليوم أي اتفاق أمني مع إسرائيل من المؤكد أنه سيكون له انعكاسات على الواقع السوري داخليا. ما هو تقديرك لهذا الموضوع؟ وخاصة يعني عندنا إشكاليات اليوم في الداخل السوري، شيء متعلق بما يجري في محافظة السويداء، شيء متعلق بما يجري في شمال شرق سوريا. كيف سيكون انعكاس هذا الاتفاق الأمني إن حصل على الواقع الداخلي في سوريا؟ نعرف ما هي هذه الاتفاق ماهية الاتفاق. يجب علينا أن يكون الاتفاق ليس أسوأ من اتفاق 74 على الأقل، أو تحرير الجولان بالكامل. ثانيا، يجب علينا أن نكون وحدة متكاملة في الداخل السوري، سواء في السويداء أو في الشمال الشرقي من سوريا. وهنا أشير إلى نقطة مهمة في غاية الأهمية: لا بد لنا من كسب الخبرات والثقافات. سيادة العميد، يبدو أن هناك